لا نكن مثل المخذلين ومثل الضائعين ومثل هؤلاء الكلام الفارغ. مسلم بمسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله مصيبة أن نجد في من عرفوا السنة وعرفوا التوحيد والعقيدة وكانوا يصرخون بالحق ويصرخون بالرافضة الزنادقة. نعم، الآن هم مسلمون. كانوا يقولون لابن حزم، يحتجون عليه بكلام الرافضة، قال ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، تحتجون علينا بالرافضة الاثنى عشرية قاتلهم الله، دعوة إلى الكفر، دعوة إلى الزندقة. يا إخواني، أن نحب الآن في صنعاء يلعنون أبا بكر وعمر على المنابر ويتهمون أمكم عائشة بالزنا وغير ذلك. أتحبون أن يصعدوا منابرنا ونحن ندلي الرؤوس وإلا نهز الرؤوس؟ لا والله، الموت أهون لنا، الموت أهون لنا. ولا أن يأتي هؤلاء الروافض الزنادقة المجرمين الذي قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ما لهم الروافض إلا السيف، هذا هو الحكم العدل فيه.